هو ليه لما بقينا ندخل السوبر ماركت نشتري حاجه البياع ما بقاش يقول لنا خد بالباقي البان؟ ما تضحكش على نفسك وتعيش الدور، ما بقاش اصلا في باقي. طب قبل ما العمله بتاعتك تبقى تاريخ واثار، تعالى معايا النهارده اقول لك ايه الاثار اللي موجوده على العملات المصريه. المرحوم من ربع جنيه طويل العمر يطول عمره ويزعزع العصر وينصره على مين يعديه. هاي هيك اللي تقريبا الاجيال الجديده كلها ما شافتوش وحتى ما سمعتش عنه. ده كان مرسوم على الوش الاولاني جامع السيده عائشه، تشيلها يا سيده، والجامع ده موجود في حي الخليفه في القاهره. اما الوش التاني فكان مرسوم عليه النسر اللي اتاخد شعار للدوله المصريه بعد ثوره 52. ندخل بقى على 50 قرش، فاكرها؟ دي كانت عظيمه. اهي دي بقى مرسوم عليها الملك رمسيس الثاني، اشهر ملوك الدوله الحديثه. لكن زي ما هي راحت ايامها، تمثال رمسيس راح اعاره يا حاجه، اعاره بنتك طالعه اعاره، وحاليا ما شاء الله منور كده في متحف تورين في ايطاليا. اما بقى الجنيه اللي بيصيف معانا ومقضيها بلبطه وعم طالع نازل، قصدي نازل بس، ده بقى مرسوم عليه معبد ابو سمبل اللي بناه رمسيس الثاني، اللي كان مرسوم على 50 قرش، فاكرها؟ بس الحمد لله معبد ابو سمبل لسه موجود في مصر وما هاجرش اي حته. اما بقى الناحيه الثانيه من الجنيه فمرسوم عليه جامع قنتباي اللي موجود في مصر القديمه بالظبط جنب تيزو نتانا. ابتدينا نستظرف. ندخل بقى على 5 جنيه. طب ما هي خضرة وجميله اهي، علشان كده رسموا عليها الاله حابي اله النيل ايام ما كانوا بيقدموا له القرابين علشان يرحمهم من الفيضان. دلوقتي برضو عايزين نميل عليه باي حاجه بس علشان ما يحرمناش من طلعته البهيه. جت بقى ال10 جنيه القديمه، راحوا رسموا عليها اشهر تماثيل الملك خفرع ابن الملك خوفو. اما بقى ال10 جنيه الجديده اللي ضد الميه ضد النار ضد الحشره ضد الفار، ابتدينا نكذب. دي بقى رسموا عليها الملكه حتشبسوت اللي حكمت مصر حوالي 21 سنه، والناحيه الثانيه رسموا عليها مسجد الفتاح العلي. اما بقى ال20 جنيه الجديده اللي ابني بيرفض ياخدها مصروف مش في الشهر لا في اليوم، دي رسموا عليها بقى مسجد محمد علي اللي موجود داخل قلعه صلاح الدين، والناحيه الثانيه رسموا عليها العجله الحربيه اللي ظهرت وقت هجوم الهكسوس على مصر. ال50 جنيه بقى بارك الله فيها، دي تخيل كنت باكل بيها من الماكدونالدز. دي بقى مرسوم عليها مسجد كان بناه احد امراء المماليك. ندخل بقى على الجامد اللي كان بيجيب من الاخر، ال100 جنيه. طويل العمر يطول عمره، طويل العمر طويل. اكتر صوره معبره فيهم ابو الهول اللي نايم بقاله فتره. اما الناحيه الثانيه فمسجد السلطان حسن. اخيرا بقى الورقه اللي بنندم لما بنفكها، ال200 جنيه اللي مرسوم عليها الكاتب عمال يكتب، والله ما فاهمين بيكتب ايه، بس تقريبا كده بيكتب علينا كمبيالات. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واستنوني في حكايات حلوه كتير من مع رشا خير. باي باي.